ونيس، تفتكروا كان زوج مثالي ولا لأ؟ اتفقت أنا وزوجتي أن نربي أبناءنا على الأخلاق والقيم لنقدمهم للمجتمع أبا عظيما وأما فاضلة. انت بتحبني؟ ده سؤال يا ميسا. جاوب الله. طبعا بحبك ميسا، بحبك، بس ساعات بخاف من احساسك واندفاعك ده. معقول ده موضوع محتاج تردد؟ اتفقنا من زمان ان اي حد فينا ما يوقفش في طريق طموح التاني، مش شرط ان يكون الطموح ده لصالح الاسره كلها. المفاجأة إن ونيس مش مثالي، بس كل حركة منه كانت بتقول أنا معاكي. الزوج المثالي مش اللي بيسيب مراته تشيل كل المسؤوليات لوحدها، بالعكس ونيس كان بيشارك في كل تفصيلة صغيرة من تفاصيل البيت، من قرارات لحد الشغل في البيت. والمشاركة دي سر من أسرار الأمان النفسي في أي علاقة. ونيس كان بيسمع كويس قوي، مش بس بيسمع عشان يرد، لأ ده كان بيسمع عشان يفهم ويطبطب. الاحترام ده بيخلي الزوجة تحس إنها مش لوحدها، وإن في حد موجود شايفها بجد وحاسس بيها. كان بيعرف إمتى يكون جد وإمتى يضحك ويهزر، التوازن اللي بيبني بيت صحي بجد. ونيس مش ملاك، مش كامل لأنه إنسان، لكنه اختار يكون حاضر موجود وبيشارك وداعم. وده اللي بيخلي الجواز شراكة حقيقية بجد، مش مجرد عقد ورق وخلاص. في رأيكم مين بالنسبة لكم في الأفلام والمسلسلات كان زوج مثالي؟ مستنياكم.